في حاجات بنفتكرها بريئة زي دبدوب هدية لعيد ميلاد، لكن ساعات البراءة دي بتخبي وراها حاجة أعمق، حاجة مرعبة، حاجة ممكن تغير حياتك أو تنهيها. القصة اللي هحكيها النهاردة مش مجرد خرافة، دي قضية اتحكم فيها بالإعدام، وبالرغم من كده محدش قدر يفسر اللي حصل. هل ممكن لعبة تكون مسكونة؟ هل ممكن دبدوب يكون قاتل؟ أنا مش هجاوبك، لكن بعد ما تسمع القصة انت اللي هتجاوب بنفسك. استعد لأنك على وشك تعيش معايا لعنة الدبدوب. الدبدوب ده ممكن تشوف شكله غريب أو حتى مخيف شوية، بس صدقني الخوف الحقيقي في اللي هحكيه دلوقتي. سنة 1991 في نيويورك الشرطة بتكشف عن جريمة قتل بشعة. الضحايا ست، بنتها الصغيرة، راجل مسن، مراته. القاتل واحد اسمه ديفيد 36 سنة. بيقول ان السبب هو الدبدوب. في التحقيقات ديفيد حكى ان اللي حصل يوم عيد ميلاد مراته 29 كان مختلف. جبت لها الدبدوب هدية عيد الميلاد، بس الغريب الدبدوب كان على عينه لزق شبه لزق الجروح. لما سأل البياع قال له اوعى تشيله مهما حصل، وضحك ضحكة خبيثة. بس لما شاله بدأ الكابوس. مراته دخلت وهو مغمى عينيها، وأول ما شافت التورتة صرخت. بص ديفيد على الترابيزة لقى السكينة في ايد الدبدوب، ايده بتتحرك وعينيه بتلف 360 درجة كأنه إنسان. البنت خرجت من أوضتها مفزوعة، جريت على أمها، بس الدبدوب كان بدأ الطعن. ديفيد حاول يجري عليهم، بس لقي نفسه بيتخبط في حيطة مش شايفها كأنه حاجز خفي. جاره واحد عجوز ومراته جم على الباب على صوت الصريخ، وديفيد مش قادر يتكلم. بس ديفيد حاول يجري على المطبخ، لقي سكينة خضار، خدها وجري وطلع بسرعة. رجع لقى جريمة تانية، الراجل ومراته مقتولين، والدبدوب عمال يطعن فيهم كأنه مجنون. ديفيد أخد السكينة ونزل على ايد الدبدوب قطعها. الدبدوب لف راسه وبصله بصة مرعبة، وبعدين نزل دماغه وعينه اتقفلت. بعدها ديفيد فقد الوعي، صحي لقي نفسه في اسم الشرطة متهم بقتل مراته وبنته وجيرانه. الشرطة لقيت السكينة في ايده، بس الغريب تقرير المستشفى بيأكد سلامة قواه العقلية. الشرطة بدأت تحقق في البائع اللي قال عليه ديفيد، واكتشفوا ان المحل ده مقفول من 22 سنة، وصاحبه مات مقتول بطعنات بنفس طريقة القتل، وتنفذ حكم الإعدام في ديفيد. لكن الدبدوب اللي اتحفظ عليه كحرز لقيوا ايده اللي اتقطعت رجعت، وعينه اتقفلت كأنه متصمم من غيرها. المتخصصين اعلنوا ان الدبدوب مسكون بروح البائع القديم، واللي بيعمل كده انتقام. اتخلصوا من الدبدوب بطقوس خاصة، واعلنوا ان اللعنة انتهت. لكن تفتكر فعلا القصة دي حقيقية ولا مجرد خرافة؟ وبعد كل اللي حصل، وبعد موت 4 ضحايا، الدبدوب اتحفظ عليه كحرز، وديفيد اتحكم عليه بالإعدام. بس لما لقيوا ايده رجعت وعينه اتقفلت لوحدها، الموضوع كله اتقلب. ناس قالت خرافة، بس الحقيقة ان في تفاصيل لسه الشرطة نفسها مش لاقية ليها اي تفسير. والاغرب ان لحد النهاردة محدش عارف الدبدوب راح فين بعد الطقوس اللي عملوها. هل اتدمر ولا لسه مستني هدية جديدة وضحية جديدة؟ انت رأيك ايه؟ هل دي خرافة ولا في ألعاب فعلا بتتحرك لوحدها؟ بس قبل ما تنام بص حواليك، يمكن في دبدوب على الرف ولسه صاحي. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الحكايات اللي جاية من عالم الظل. كان معاكم الراوي المتوج، ونشوفكم في الحكاية الجاية لو لسه صاحيين. سلام.